ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى عندنا تحلية سهلة وسريعة وبسيطة، ومقاديرها كمان موجودة في كل بيت. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل العزيزية الدمياطي او المكرونة باللبن. يلا بينا نشوف مقاديرنا ووصفتنا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول خطوه هنبتدي بيها وهي خطوه سلق المكرونه. معايا هنا حله على النار حاطه فيها حوالي لترين من الميه. معايا هنا كيلو من المكرونه زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بكيلو المكرونه في الميه. الميه معايا خلاص كانت غليت. هبتدي انزل بقى بالمكرونه بتاعتي. طبعا زي ما انتم عارفين انا عشان عند ماما فانا عامله كميه صينيتين من المكرونه. زي ما انتوا شايفين انا بفضل في العزيزية المكرونة الاقلام. انت كمان اي نوع مكرونة بتحبيه او بتفضليه تقدري تستعمليه وبالمقدار اللي انت عاوزاه. جيت هنا بقى المكرونة بتاعتي كانت انسلقت. واهم خطوة كمان يا حبايب قلبي في سلق المكرونة هي التقليب. يعني دايما ايدك تكون في المكرونة اول حاجة عشان ما تاخدش منك لون او تلزق في القعر. جيت هنا المكرونة بتاعتي انسلقت. انا سلقتها كويس جدا جدا وكمان صفيتها. وابتديت بقى احطها في الحله معايا تاني وهنزل عليها بمقدار اللبن بتاعي. هتحط قد ايه يا ام لينا؟ زي ما قلت لكم انا حطيت كيلو من المكرونه ونزلت عليه ب2 كيلو من اللبن او 2 لتر من اللبن. زي ما انتم شايفين اهم خطوه في العزيزيه هي تقليب المكرونه دايما. يعني دايما تكون ايدك فيه. سبت بقى اللبن بتاعي مع المكرونه كده قلت يغلي مع المكرونه. هبتدي بقى انزل عليه بالسكر بتاعي. معايا هنا طبعا زي ما قلت لكم كيلو من المكرونه 2 لتر من اللبن او 2 كيلو من اللبن. هبتدي انزل عليه بنص كيلو من السكر. انا هنا كان معايا كيس كيلو من السكر. يعني كان كيلو كامل حطيت نص كيلو. وزي ما بقول لكم دايما التحليه حسب الرغبه. يعني انت لو عايزه تزودي عن النص كيلو من السكر حسب رغبتك وحسب ما انت عاوزه او حسب التحليه اللي انت عاوزاه. نزلت بقى بالسكر بتاعي كده وكمان هنزل بقى بالفانيليا بتاعتي. انا هنا معايا 2 باكو من الفانيليا. حبيتي تحطي فانيليا سايله او عندك فانيليا سايله مفيش اي مشكله. زي ما قلت لكم مقادير العزيزيه موجوده في كل بيت. يعني لو حبيتي تعملي تحليه سهله كده لاولادك وتساعديهم بيها فمش هتلاقي غير العزيزيه. زي ما انتم شايفين بقى ابتديت بقى اقلب بقى السكر مع الفانيليا بتاعتي كده في داخل اللبن والمكرونه. وهسيبها كمان عشان احس ان السكر داب خلاص في اللبن والمكرونه بتاعتي. كده خلاص السكر بتاعي داب في اللبن وفي المكرونه واتاكدت خلاص ان هم دابوا. هبتدي بقى انزل بالنشا بتاعتي. معايا هنا 3 معالق ونص من النشا ونص كوبايه من الميه. دوبت بقى النشا بتاعتي في نص كوبايه من الميه كده وابتديت انزل على المكرونه بتاعتي بالنشا واحده واحده. يعني زي ما انتم شايفين انا ايد بقلب المكرونه وايد معايا بالنشا. انا عايزه اشوف السمك اللي انا عايزاه. انا عايزه العزيزيه بتاعتي لا تكون سايله قوي ولا تكون ماسكه قوي. يعني انا عايزاها السمك المظبوط. وبكده خلاص كنت وصلت للسمك المظبوط بتاعي. وخدت معايا 3 معالق كبار من 3 معالق ونص كبار من النشا. دوبت بقى العزيزيه بتاعتي كده او المكرونه بتاعتي وكده خلاص كانت خلصت المكرونه بتاعتي. ابتديت بقى اجيب الصواني بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا صينيه دهناها بماده دهنيه. انا دهناها بسمنه يا بنات. هبتدي بقى انزل بالمكرونه بتاعتي. انا بحط مقدار الصينيه حوالي عقلتين من الصباع. يعني بتعملي ارتفاع الصينيه او ارتفاع العزيزيه بتاعتك بمقدار عقلتين من الصباع. ابتديت انزل بقى كده في الصينيه بتاعتي بالمكرونه. طبعا انت بتحطيها بتغرفيها وهي سخنه لان انا عايزاها تبرد في الصينيه بتاعتي. هبتدي بقى اهز الصينيه كده واظبطها بحيث ان انا اتاكد ان المكرونه بتاعتي في الاطراف وفي الجنوب مظبوطه جدا معايا. جيت هنا بقى كمان جبت الصينيه بتاعتي. زي ما قلت لكم انا عامله مقدار صينيتين. انا عامله كميه عشان طبعا انا عند ماما فطبعا بنعمل حساب مثلا اخواتي وكده. فهي دايما بتحب الحاجه انها تكون كتير. اما انتي لو في بيتك وعايزه تعملي كوبايه واحده من المكرونه دي حسب رغبتك وحسب مقدرتك. زي ما انتم شايفين اهوت ابتديت انزل بقى بباقي كميه المكرونه كلها. كده خلاص كانت المكرونه بتاعتي خلصت. هبتدي بقى اهز الصينيه بتاعتي. هنعمل ايه تاني يا ام لينا؟ هبتدي بقى اسوي المكرونه بتاعتي. هسوي العزيزيه جدا جدا. يعني مش عايزه اي حاجه تطلع منها. عاوزاها بتجيبي بقى بظهر المعلقه كده معاكي وتبتدي تمشي على الصينيه كلها.
هحط ايه كمان، هبتدي بقى احط على وش الصينيه كده حوالي معلقه من السمنه حسب الرغبه، حسب ما تحبي. عايزه تحطي معلقه ونص، عايزه تحطي معلقتين، حسب ما تحطي. بس بصراحه انا كنت حاطه معلقه واحده في الصينيه من تحت ومعلقه من فوق، وكانت مظبوطه جدا جدا، وهتشوفيها كمان دلوقتي في التسويه. ببتدي بقى انزل بالسمنه بتاعتي كده قطع قطع وبوزعها على وش الصينيه، وباجي كمان بظهر المعلقه بتاعتي وبساوي الصينيه بتاعتي كويس جدا جدا. يلا بقى لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك، عشان اللايك هو الدعم بتاعي وبيرفع من الفيديو. اما لو انت اول مره تشوفيني، انا ام لينا ودي قناتي. انزلي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. ونوروني في عيلتي الصغيره. وبحب اشكر كل حبايبي على القناه وكل متابعيني، بقول لهم ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ويديمكم اللهم امين دايما نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين بقى احنا كنا خلاص طلعنا على السطوح، وزي ما انتم شايفين كنت بقى عملت الفرن بتاعي ودخلت المكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وشايفين الجمال بتاعها وهي طالعه من الفرن. والله كانت حكايه. الحمد لله بفضل الله كل اللي دقوها شكروا فيها جدا. جربي وصفتي وجربي مقاديري وجربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك. هنا بقى كنت حطيت الصينيه الاولانيه وطلعتها وابتديت احط الصينيه التانية. وفي ملحوظه كمان يا حبايب قلبي نسيت اقولها لكم، ان المكرونه ما تحمرهاش غير لما تبرد خالص، يعني ما تكونش سخنه وتحطيها في الفرن وتبتدي في التحمير بتاعها، لا، سيب المكرونه بتاعتك او العزيزيه لما تبرد خالص خالص، وبعد كده قطعيها حطيها في الفرن وحمريها براحتك. وهنا كمان كانت خلاص الصينيه كمان بردت بعد ما طلعت من الفرن. ابتديت بقى اقطع الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين الجمال بتاعها والطعامه حاجه كده حكايه فوق الوصف. زي ما انتم شايفين اهوت، زي ما انتم شايفين اهوت قطعت الصينيه بتاعتي. كانت جميله والله العظيم، كان السمك بتاعها حلو جدا وكانت طريه وجوسي وكانت جميله. يا رب تعجبكم. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.